تعالوا نروح للكابتن محمد النني، طبعا نجم المقاولين العرب ومصر، ويعني سؤالكم عليه وكل الناس اللي كانت عماله تقول النني رايح فين، النني رايح فين. تعالوا نساله احنا السؤال ده. كابتن محمد، اولا اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. و- ازي و- حضرتك يا استاذ عثمان؟ وقول لي النني رايح فين. ان شاء الله يعني بتشرف بحضرتك بس الاول وفي كل المستمعين لحضرتك. الله انا ان يخليك. شاء الله الاهلي كان بيتكلم وكده للنادي وعاوز مهم. انت سامع اللي هو اعاره وكده من النادي الاهلي. مهم. وبعد كده يعني موضوع بازل بقى، محمد صلاح كان كلمني من فتره مهم. وقال لي يعني بازل بيتكلم عليه كده، وان شاء الله يعني كمان شهر شهرين كده ان شاء الله يبعتوا لك فاكس على النادي، مهم. وان شاء الله تيجي معايشه عندنا وكده وربنا يكرمك يعني. ف بص، يعني يا كابتن محمد، طبعا انت عارف، انت يمكن ما تعرفش الحكايه دي، انما كل اللي بيسمعونا عارفين ان انا اهلاوي. لكن لما تقول اه لي الاهلي ولا بازل اقول لك لا، خد بعضك واطلع على سويسرا، مش عايز اشوفك في مصر تاني. والله يعني حل يعني. اشوفك تيجي اجازات وتلعب منتخب زي الفل، انما اشوفك تلعب في مصر تاني هجري وراك بالعصايه. والله يعني الواحد بيتمنى طبعا ان هو يطلع بره، طبعا فرصه كويسه ليا وفرصه كويسه لمنتخب مصر. يعني منتخب مصر لما يبقى فيه كذا واحد طبعا. بيلعب بره مصر وكده طبعا. فشرف كبير لمصر طبعا، وحاجه كويسه لمنتخب مصر، بناخد خبرات اكتر يعني بيكون مستوانا احسن وكده يعني. وعلى الاقل هتبقى ضامن انك تلعب. يعني بس برضه مستر بيل طبعا، ويعني دلوقتي كابتن احمد فتحي بيلعب في النادي الاهلي، واحمد فتحي بيلعب مثلا بره، مهم. فبيلعب كابتن احمد فتحي على احمد المحمدي مثلا. مهم. يعني ده مثلا اللي هو مثلا مش لازم اللي يلعب بره مثلا يلعب في منتخب مصر. لا، ما انا عارف هو طبعا، بس هي المساله ان مصر ما فيهاش كوره بقى لها فتره، والله اعلم هيبقى فيها ولا لا. يعني خلينا، احنا انا طبعا برضو الدوري الاوروبي مهما كان، حتى لو في سويسرا، يعني ما هواش بقوه طبعا الدوريات الكبيره اللي احنا نتمنى ان شاء الله او نرجو انك انت ومحمد صلاح وكل جيلك ده، وحجازي، انكم تكملوا بعد كده ونشوفكم في الليجا او نشوفكم في البريمير ليج او البوندز ليجا. ليه لا؟ يعني دي سهله هتبقى ان شاء الله. هو يا رب. لكن برضو الدوري الاوروبي بيبقى منظم اكتر من هنا 3 4 شويات يعني. طبعا واللاعب بره طبعا غير هنا طبعا يعني مهم. بشويه كمان زي ما حضرتك بتقول. وهناك برضه بيكسب خبره كتير، وبيلعب مثلا ماتشات قويه جدا، وبيلعب مع فرقه تقيله جدا مثلا مهم. لما شامبيونز ليج واوروبا ليج والكلام وكده ده كله طبعا. حاجات مهم. كلام ده برضه بيدينا خبرة كتير، وربنا يكرمنا إن شاء مهم. الله في المعايشة دي إن شاء الله، والواحد يكمل إن شاء الله مع محمد صلاح ان شاء الله. ويكمل هناك إن قول لي شاء الله يعني. كابتن نني، قول لي انت، عاجبك، او يعني الدوري اللي انت تحبه اكتر، يعني تحب تلعب في اي دوري، او الدوري اللي انت بتتابعه اكتر، هل الاسباني، هل الفرنسي، هل الانجليزي؟ والله أنا بحب الدوري الأسباني عشان خاطر فيه كورة أكتر. مهم. يعني الواحد الحمد لله يعني من النوع اللي هو بيحب يلعب كورة، بيحب يشوف الكورة والكلام ده. مهم. فنفسي بصراحة ألعب في الدوري الأسباني إن شاء الله، وممكن تبقى خطوة إن شاء الله، لازم إن شاء الله خطوة كويسة ليا الواحد إن شاء الله يطلع من على اسبانيا على ان شاء مهم. الله ربنا يكرمني. مم. النادي الاسباني اللي انت بتشجعه مين، ومين اكتر لاعب انت بتحبه وشايف ان هو ده مثلك الاعلى في الدوري الاسباني؟ والله أنا بحب برشلونة، يعني بحب انيستا وزافي، فابريجاس، مهم. لعيبة بصراحة تقال جدا طبعا، الواحد نفسه يبقى زيهم يعني. مم. هو البلد دي ما فيهاش حد بيشجع ريال مدريد الا انا، ولا ايه النظام؟ يعني كل واحد اكلمه يقول لي برشلونه برشلونه. ايه نظامكم في الحياه يعني؟ برشلونة طبعا، لا بس مضطهديني برشلونة يعني، فيها ولا ايه حاجة. نظامكم لا يعني؟ لا والله، برشلونة يمكن عشان يعني بتفرج أكتر من ريال مدريد طبعا. مهم. بس قول لي، لو ان شاء الله يعني رحت الاهلي، شايف انه الاكتر منافسيك في مركزك هيبقى، او المنافسه الاسخن هتبقى مع مين في النادي الاهلي؟ طبعا النادي الأهلي طبعا ما فيهوش حد مش كويس، أو ما فيهوش حد هيبقى منافسة مش تبقى ضعيفة، تبقى ضعيفة هنا الكلام ده. بس في ناس تقال جدا طبعا يعني زي كابتن حسام غالي، مهم. حسام عاشور. مهم. في ناس طالعة لسه زياد، رامي ربيعة، تريزيجيه، شهاب. مهم. فلا لعيبة كويسة جدا طبعا النادي الأهلي، ويعني إن شاء الله بس الواحد عشان يطلع الأول بره إن شاء الله، ولو مفيش نصيب بره يبقى إن شاء الله النادي الأهلي يعني. ان شاء الله. انا ارجو طبعا ان زي ما قلت لك، ونصيحه من اخ اكبر، يعني خد بعضك واجري على سويسرا على طول، وان شاء لا الله الواحد يعني ان شاء بيتمنى الله. والله إن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله يعني. هل في عروض تانية غير بازل، ولا انت ليك وكيل؟ انت ماضي مع مين يا محمد؟ أنا أصلا وكيلي كابتن نبيل أبو زيد. نبيل ابو بس زيد.
بس الموضوع جاي مش على طريقه، جاي على طريق اللي هو مودي محمد صلاح بره الكابتن يحيى مهم. والكابتن ابراهيم. مهم. هم جايبين اصل الموضوع كده، هم اللي مودين محمد صلاح بره برضه. ايوه. وفي كذا جايب لي كذا نادي كذا حته بره، وفي يعني في بلغاريا برضه كانوا عاوزين يبعتوا لي رسمي من النادي. مهم. بس يعني الواحد لسه برضه سايب الله وربنا يسهل، الواحد مش عارف نصيبه فين يعني. لا لو بلغاريا يبقى سويسرا افضل يعني ان جيت لحق. سويسرا طبعا، بس بلغاريا فيها حاجه اللي هي يبعتوا فاكسي يعني على طول شراء وبيع، اه مش اللي هي تطلع معايشه مش والكلام مش ده. معايشة يعني، هم شافوك ومقتنعين بيك يعني. خلاص نادي ايه في بس بلغاريا؟ برضه موضوع بازل هم عارفيني يعني مهم. بازل كان بيتكلم معايا من زمان كده، فهم عارفيني مهم. فان شاء الله هتبقى فرصه معاشه يعني كويسه ان شاء الله ليا، وان شاء الله ارجع من هناك مخلص ان شاء الله مع النادي. شايف توقف النشاط يا محمد في الفترة اللي فاتت دي يعني مؤثر على انتقالك بشكل كبير، ولا شايف انه السويسريين متابعينك كده كده وما عندهمش مشكلة في الحكاية؟ هو والله اصلا يعني كنت اصلا المفروض انا كنت اروح السنه دي لو كان الدوري بدأ، امم عشان لما كانوا كلموا رئيس النادي مهندس الشريف حابب كده، كلموه قال له احنا عاوزين محمد النني وكده، بس مستنيين بس عليه ماتشين في اول الدوري. بس الدوري كان يشتغل في 9، فكان اول ماتشين مثلا كان يتفرج عليا وكانوا هيخلصوا على طول، يعني مثلا اول ماتشين شافوني وبتاع لا احنا النني كويس وكده وشايفيني كويس، خلاص كان هيجوا يخلصوا على طول يعني. بس الدوري لما وقفوا كده فبقت صعبه شويه، وانا قلت الموضوع خلاص انتهى يعني، انا قلت مثلا خلاص كده طالما مثلا ما اتكلموش كده خلاص بقى مش هتيجي الموضوع كده. بس بعد كده بقى يعني محمد صلاح كلمني لا الناس مهتميه وناس هيجيبوا فتره معاشه بدل ما يجي يشوفوك في مصر، هيشوفوك بقى معاهم في المعسكر وكده، ماتشات وديه تبقى احلى والجو هناك بيبقى احلى طبعا. فربنا يكرم يا رب ان شاء الله. لا هو واضح كمان انه يعني رد الفعل عن محمد يعني صلاح مشجع الناس، لانه يعني لو كان محمد طبعا هو مشجعهم بجد بطريقه، ومحمد صلاح طبعا ماشي كويس جدا هناك ونبارك له ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله، يوم الجمعه ان شاء الله، عشان خاطر ان شاء الله ياخد احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله. عشان ايه؟ هياخد احسن لاعب ان شاء الله في افريقيا شاب. افضل لاعب ناشئ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي ال يعني المنتخب، قول لي برادلي بيتعامل معاكم ازاي وتعاملك مع برادلي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ماشيه ازاي؟ والله ربنا طبعا يعني بصراحه الواحد بيحترمه جدا والجهاز الفني كله اللي معاه يعني، في ظل الظروف الصعبه جدا اللي في مصر دي، وراجل شغال ومش وعاوز ان شاء الله يدخلنا كاس العالم ان شاء الله. فيعني بجد وبيكلمنا على طول بس في التمرين وكده، لا انا اول معسكر لما بنروح مثلا يقول لك احنا نشيل كل ده في دماغنا ونركز في اللي احنا فيه، وان شاء الله احنا عندنا طموح، وعنده طموح بصراحه كبير جدا طبعا. عنده طموح لا ان شاء الله نخش كاس العالم وندخل ونطلع مصر بالله في ده ان شاء الله يعني. اشرف زوم على فيسبوك بيقول لك كابتن محمد بصراحه ممكن تلعب في النادي الالماني وليس السويسري، وحماده امام بيقول لك يا رب تروح الريال كمان. محمود محمد بيقول لك نجم مصر الفرعون الصغير اتمنى انك تحترف خارجيا. بمناسبه الدوري الالماني كان في كلام على انه جاي لك عرض من بايرن ميونخ، ما اعرفش هل الكلام ده حقيقي ولا كانت هتبقى برضه زي موضوع بازل كده، وكانت فتره معاشه برضه بس برضه يمكن عشان برضه النشاط برضه وقف ولا كده، برضه الدنيا وقفت بس شويه يعني. فهم يعني غيروا رايهم او يعني قالوا نستنى اما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. برضه يعني الكوره في مصر برضه واقفه وكده، فكله لما يجي مثلا حابب هو يشوفك او مش عارف يشوفك فين. بس فربنا يكرم ان شاء الله، وكل جمهوري ان شاء الله الواحد يعمل حاجه بره ان شاء الله ويشرف مصر كلها ان شاء الله. انت رحت اديت صوتك في الاستفتاء على الدستور ولا لا، ولا انت في الجيزه؟ لا انا في المرحله والله في المرحله الاولى. لا الثانيه. طب ناوي تروح ولا مش ناوي تشارك؟ انا يعني مش عارف والله، بس لسه مش عارف يعني. طب واخد قرار بقى ولا لا ولا لسه؟ انا لسه ماشي الدستور اصلا يعني هقرا كده وربنا يستر. شايف ان في دوري يوم 30؟ والله انا بتمنى بكل قلبنا طبعا، عشان خاطر الدنيا واقفه جدا طبعا. ايوه نتمنى حاجه ورايك حاجه يعني، وانك شايف هو رايي ان شاء الله اللي هو يعني 50% 50% في دوري. 50% في الدوري يعني، اصل هما كان قبل كده برضه 15/9 وبعد كده 15/10 وبعد كده رجعوا 15/11، بعد كده قال لك لا في نص 12، دلوقتي بيقول لك 30/12. فاحنا برضه مش عارفين
لسه بس ان شاء الله. بس كابتن ربنا يكرم يا رب ان شاء باذن الله، الله. ان شاء الله يتصلح فيه ان شاء الله. باذن الله. كابتن محمد النني، إن شاء الله. نجم المقاولين العرب ومنتخب مصر، بالتوفيق في الاحتراف الخارجي، ونشكرك شكرا جزيلا. كنت معانا على جول اف ام راديو دوت كوم.